أنا باعمل الصح والّا الغلط؟ هل إحنا من حقنا يعني لو شُفنا حد بيعمل جريمة، هل أنا من حقي أعاقبه بإن أنا أرتكب جريمة يُعاقب عليها القانون أنا كمان عشان أكشفه؟ أهلًا بيكم، كل سنة وأنتم طيبين. النهارده هنتكلم عن واحد من أهم الأعمال الرمضانية اللي اتعرضت السنة دي، مسلسل عين سحرية. المسلسل ده في رأيي إنه فرصة مهمة جدًا لكل واحد مهتم بدراسة كتابة السيناريو، لأن فيه معظم عناصر الكتابة الجيدة بدون تعقيد وبدون مبالغة، وهاحاول إني أتكلم وأفصص كل الأمور دي، وأنا لحد الآن واقف عند الحلقة السادسة. نتكلم بقى عن الكتابة، وإزاي إنها فرصة مهمة لأي حد بيفكر إنه يتعلم كتابة سيناريو، من أول تكوين شخصية البطل بالأبعاد النفسية اللي فيها، سواء من الماضي اللي بيطارده وعامل له عقدة نفسية كبيرة، أو الحاضر اللي مأيده بشكل كبير جدا، سواء بمرض الأم أو الأخ اللي بيعاني من مشكلة نفسية بسبب برضه الماضي اللي بيطارده هو كمان من أبوه، وضيق الحال وفشل ارتباطه بالبنت اللي كان عايز يتجوزها. كل ده في أول حلقة بشكل متسارع جدا ومنطقي وهادي، وبيخليك تتعاطف مع البطل اللي هنكمل معاه الرحلة. ودي أهم نقطة أصلا في كتابة أي عمل، إنك ترتبط بالشخصيات اللي هتتفرج عليها. لو ما ارتبطتش بيها، فأي تأثير درامي هيتم زراعته أو كتابته ببراعة مش هيأثر أصلا، لأن أنت ما اشتريتش البيعة من البداية. فهو من أول كام دقيقة هو بيبقى عقد إحنا بنمضيه مع بعض، إحنا بنتفرج على العمل. لو البطل أو الحكاية شدتنا وخطفتنا وارتبطنا وتعاطفنا معاها، هنكمل واحنا موافقين، وغالبا لو في مشاكل او في اي حاجه هنعديها. فالبطل من اول دقيقه احنا شايفين ان عنده كود اخلاقي او عنده محاذير اخلاقيه، بسبب بقى انه مقتنع بيها او بسبب مشكلته انه مش عايز يكون شبه ابوه اللي محكوم عليه في قضيه لسه يعني، او هالي ما اتقالتش يعني، بس هو كان مسجون او مات في السجن بسبب قضيه اتحكم عليه فيها. فبالتالي هو مش عايز يكون في الجانب ده. ومن اول لحظه البطل بيتحط في اختيار وفي اختبار المؤلف ببراعة شديدة وصله ليها، بدون فزلكة وبدون افتعال وبدون كلام كتير. هو الراجل كان عنده اختيار، محتاج فلوس واتعرض عليه عرض غير أخلاقي هو كان رفضه، لكن بسبب الضغط المادي اللي بيتعرض ليه قبل بيه. وبسبب العرض ده بيتورط في مشكلة أكبر بكتير لما بيكون جزء من عملية قتل بتحصل هو شاهد عليه. ومن هنا بيظهر الخط التاني الأساسي في العمل، وهو باسم سمرة أو شخصية زكي عارف. في حاجة في الكتابة اسمها التناص. يعني إيه؟ مش كل الأعمال بتتكتب من الهوا، لا، بتبقى متأثرة بأعمال تانية سواء في اللاوعي أو عن قصد. لكن في التناص ده المؤلف بيحاور مؤلف تاني، أو بيحاور أو بيناقش فكرة تانية على الورق عنده بطريقته بأسلوبه، فبيتحط زي مفاتيح للمشاهد أو للنقط الفلسفية اللي الكاتب عايز يطرحها عنده. والمفاتيح دي أو الأفكار دي اتطرحت في أعمال سابقة. مثلا التناصل الأشهر في المسلسل حتى الآن هو مشهد المحكمة، وزكي عارف بيقول للمحامي الكبير اللي بيشتغل معاه خلي دي مكان دي عشان دي محجبة. هيستدعي عندك على طول لو انت اتفرجت على فيلم طيور الظلام مشهد المحكمة، وعادل إمام بيطلب من رياض الخولي إنه يدخل للقاضي لأن دقنه هتسهل عليه أو هتريحه وهتديله الإحساس اللي هو عايزه. من الآخر وصلت لنا شعور شوية إن زكي عارف ده في ذكاء ومهارة عادل إمام في فيلم طيور الظلام كمحامي عقر، عارف خبايا وتفاصيل القانون بشكل كبير جدا بدون ما يتكلم وبدون ما يحكي كتير. مجرد بس الربط البسيط يعني حتى في الكادرات دخلنا في ابعاد الشخصيه بشكل كبير. تاني حاجه انك ازاي ما تحرقش كل كروتك وتفشي كل اسرار الشخصيه في اول 3 حلقات او في اول 3 حلقات او 4 حلقات، حتى ان لازم الاسرار والغموض اللي في الشخصيه يتكشف بالتدريج وواحده واحده. وده اللي حاصل مع شخصيه البطل، وحاصل اكتر كمان في شخصيه زكي. شخصيه زكي دي انا في رايي ان هي من احلى الشخصيات اللي مكتوبه السنه دي. كم البساطة والإنسانية والعزوبة والمصداقية حتى سواء في فلسفتها أو شرها أو تناقضها جميل جدا. والأجمل إن باسم سمرة هو اللي بيلعب الشخصية دي حقيقي. الشخصية دي أنا مش متخيل إن ممكن أتفرج عليها من أي ممثل تاني من كتر الجمال والإبداع اللي عامله باسم سمرة والبساطة الجميلة اللي في كل مشهد بيعمل. كمان فكرة الفلو اللي في الأحداث، أو إزاي إحنا ماشيين مية واحدة بدون ما يحصل قفزات مش مفهومة أو حاجة بتحصل مش مبررة
مكررة عشان بس نجذب عقلية المشاهد اللي مش منتبه لحاجة في رمضان. وأزمة كبيرة من أزمات الأعمال في رمضان إنها معتمدة أصلا على حرب إصابات. ليه إحنا نازلين كلنا في شهر بتاع حوالي 50 مسلسل، اللي هيلحق يحجز في أول 3 أيام جمهور وهيثبت الناس هو ده اللي هيكمل، وهو ده الإعلانات هتزيد عنده، وهو ده الكسبان في النهاية. فمن الآخر أول 5 حلقات في الغالب بتبقى فرقعات فرقعات، وبيتحط فيها معظم أحداث المسلسل عشان المشاهد ينبهر ويفضل قاعد مشدود لحد بقى ما إيه المؤلف يبتدي بقى إيه ما يلاقيش أحداث يحكيها فيبتدي يمط بقى، نبتدي نجيب الخطوط الجانبية ونطلع شخصيات مش موجودة ونجيب أحداث من بره عشان نملى 30 حلقة، وأحيانا في ال 15 حلقة كمان بقى بيحصل فيها الكلام ده. كل حلقة في البداية هتلاقي مثلا، وخصوصا في الأعمال الشعبية، هتلاقي دايما إن الأحداث متسارعة جدا، خناقة 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 خناقة، مصيبة، حد بيتقتل، حد بيموت، شعبي مش لاحق تاخد نفسك أصلا، ولا الممثل حتى اللي بيمثل لاحق ياخد نفسه. بس ليه؟ عشان إحنا مربوطين بحرب. كل دي مشاكل وسلبيات هنلاقيها في معظم الأعمال اللي موجودة. نرجع بقى للمسلسل تاني، هنشوف البطل من أول لحظة مجرد ما بيتورط بنبتدي نقعد معاه مثلا حوالي 3 حلقات أو 4 حلقات، هو في صراع دائم وتمرد على فعل الشر. هو مش عايز يروح للمنطقة دي، مش عايز يكون شبه أبوه. هتلاقي طول الوقت بيتعرض عليه فلوس عمره ما شافها هو، لكن بيرفضها وبيهرب منها وبيحاول يعالج الخلل اللي عند أخوه، واللي هو يعتبر النقطة اللي جاذباه للأرض وموقعاه ومش قادر يقوم بسبب من كتر المشاكل أو الحوارات اللي موقعه فيها طول الوقت. فالبطل لحد لحظة معينة رافض، وحتى بعد ما البطل خد فلوس كتير جدا في المهمة اللي عملوها بتاعة المطعم اللي بيستخدم لحوم فاسدة، هو شايف برضو انه كفاية لحد كده، أنا مش عايز اتورط اكتر من كده، وبيحاول يلاقي لنفسه مبررات تقنعه اكتر ان انا ما اروحش كده، ما اروحش المنطقة دي. تعام بظابط صديق حكى له الموقف، والظابط قال له اوعى تعمل كده، وده خطأ وده غير قانوني، الجانب العقلاني. لكن لما بيتورط اكتر وبياخد فلوس اكتر بيلين شويه. امتى بينهار؟ لما بيلاقي الدعم المعنوي. وهنا دي هي النقطة أنا في رأيي الأخطر في شخصية البطل، إنه ما لانش لما لقى فلوس، هو لان لما سمع من البنت اللي معجب بيها أو الدكتورة اللي معجب بيها إنها معجبة جدا بفكرة إن حد فضح المجرمين كان السبب في سجنهم، فحس إنه هنا عمل عمل كبير وعمل عظيم، وراح أكل بشراهة شديدة جدا مع باسم سمرة في مشهد المصمت، وانعكست الأدوار للحظة إن باسم سمرة حس إن هو أخل بالقانون اللي حاطه لنفسه والوعد اللي اداه للراجل إنه مش هيفضحه، لكن في نفس الوقت التاني كرر له نفس كلامه مرتين، نفس الجمل اللي كان بيقولها له وعن اقتناع، مش كان بيقولها له سخرية. فحس باسم سمرة إن البطل عصام عمر تحمس أو اقتنع بالمبدأ اللي هم شغالين بيه. وهنا فلسفة مهمة جدا، مقصودة مش مقصودة، انا شايفها، يعني انا قادر اشوفها وانا بتفرج، ان فكرة ان انا دلوقتي انا بعمل الصح ولا الغلط. هل احنا من حقنا يعني لو شفنا حد بيعمل جريمة، هل انا من حقي اعاقبه بان انا ارتكب جريمه بيعاقب عليها القانون انا كمان عشان اكشفه؟ طب هل انا كده مش مجرم انا كمان؟ هي دي النقطه اللي لحد الان احنا بنتارجح فيها في المسلسل. هل احنا بنعمل الصح؟ هل انا روبن هود؟ هل انا ادهم الشرقاوي؟ هل انا الشخص اللي هيأذي المجرم بس عشان اجيب حقوق الغلابه واديهم الحقوق دي؟ هل انا هعمل كده بس؟ انا في رايي انه لا. ليه؟ لان لما اتحط البطل في موقف او في معضله تانية عشان ياخد حقه الشخصي استخدم نفس السلاح. مشهد امه لما اتطردت وهو راح يجيب لها حقها، هو قبلها كان بالفعل عمل نفس الحركه اللي بيعملها وزرع كاميرا للراجل في مكتبه عشان يمسك عليه زله. هل ده صح؟ اكيد لا. دي سقطه اخلاقيه هو انجر ليها. هل هو منتبه لده؟ انا اعتقد انه لا. برضه هو لحد الان البطل في لحد الاحداث الحلقه السادسه هو مش منتبه ان هو اللي عمله ده جريمه برضه، لكن هو هنا برضه ذكاء في الكتابه، ان انا لما البطل بتاعي اتحط في موقف مهين جدا واي حد هيتحط فيه هيبقى مجروح وعايز يكسر ويدغدغ ويعمل، البطل استخدم الحاجه او السلاح اللي بيعرف يستخدمه، السلاح اللي اتعرفنا عليه من اول لقطه في المسلسل او من اول مشاهد، وكان السبب في تورطه في الاحداث دي كلها، العين السحريه او الكاميرا اللي بتراقب كل شيء. برافو جدا، الاحداث ماشيه بسلاسه شديده، وهو ده احلى ما في الموضوع، ان مفيش فزلكه. انا في رايي ان الكتابه السهله البسيطه هي الافضل. انا ماشي صح، بخدم الشخصيات
وباخدم الحبكة بتاعتي، ما بانجرفش لمناطق تانية برّه الدراما عشان أعمل مشاهدات. مسلسل بيثبت لنا كلنا سواء في الصناعة أو برّه الصناعة إن العمل الجيد ما حدش بيختلف عليه، ممكن ما نحبهوش، ممكن ما يبقاش ذوقنا، لكن مستحيل إن إحنا نقول على حد بيشكر فيه لجان، مستحيل نطلع نقول والله يا أصل المسلسل ده واخد أكتر من حقه، أصل دي مش دراما. ممكن ما نحبش الgenre دي، مش كل الناس بتحب كل حاجة، لكن العمل الجيد الناس بتحترمه، لأنه احترمها واحترم عقولهم. فأنا شخصيًا يعني حتى ما كنتش ناوي أعمل أي فيديو أو أتكلم عن أي حاجة في رمضان، لكن أنا فعلًا مُستفَز، أنا عندي حالة من الغيرة الفنية شديدة جدًا وأنا باتفرّج على المسلسل، مبسوط جدًا بجد. حتّة برضه هاتكلم عنها تاني بتاعة شخصية زكي عارف قد إيه هو واضح من التسلسل اللي ماشيين بيه بالراحة جدًا في كشف كل حلقة عن خيط من خيوط حياته، إنه كان مسجون، واضح جدًا إنه كان في قضية شرف عشان كده ما بيمارسش مهنة المحاماة أعتقد، لإن هو ما اتقالش بس أنا يعني أنا فاهمه يعني، إن هو بيشتغل في الظِل مع محامي كبير شبه برضه فكرة التناص مع فيلم طيور الظلام، إن ده اللي في الدِرة وما حدش يعرف عنه حاجة وحل أصعب قضية في مصر بورقة صغيرة فيها 4 كلمات، وده باين جدًا من فكرة انتقامه، والمشهد اللي حصل أو أول مرّة البطلين بيحكوا لبعض أو بيقولوا اللي جواهم، وده برضه دي لحظة درامية في منعطف كبير، إن من اللحظة دي المفروض بيتبني عليها حاجات أكبر. فاللحظة دي البطل حكى عن مشكلته النفسية مع أبوه، وإزاي إن هو متأثّر جدًا إن نظرة الناس ليه اتغيّرت، وإنه أي حد كان بيعرف إن أبوه في السجن كان بيقطع علاقته بيه على طول قبل ما التاني هو اللي يقطع علاقته. فباسم سمرة أو زكي عارف سأله سؤال مهم جدًا، ما فكّرتش إنه كان بريء؟ في اللحظة دي هو أنا أعتقد إنه ما كانش بيسأله عن أبوه هو كان بيسأله عن نَفْسه، عشان كده هو كمان حَس إنه بيكلّم بنته، حَس إنه بيقول الكلام أو دي المواجهة اللي هتحصل فيما بعد مع بنته، هيسمع نَفْس الكلام. هل أنت مصدّق أنت عرفت عني دلوقتي، أنت سألت فلان وعرفت، هل أنت مصدّقني؟ هل أنت بعد ما عرفت إن أنا كنت مسجون وعرفت الموضوع، هل أنت مصدّقني؟ لحظة الانكسار بعد صمت عصام عمر في اللحظة دي، انكسار زكي عارف وإنه حَس إن بنته مش هتصدّقه وإنه قضيته خسرانة وإنه رجع تاني بمنتهى القهر والتماسك، تفاصيل صغيّرة خالص إزاي أنت ما تنفعلش بشكل مُبالغ فيه وتقدر تدّيني التفاصيل اللي تخلّيني أتعاطف معاك بدون زي ما بنقول كده نحزق بقى ونزعّق ونعيّط لحد الآن مُخرج شاطر جدًا، عايش الدراما وخادمها والله، والله في مُخرجين كتير بيشتغلوا في رمضان والله ما يعرفوا هُم بيصوّروا إيه، يعني بيبان المُخرج مش عارف شخصياته رايحة فين، الarc بتاعها هيحصل فيه إيه، فيبان الشخصية سطحية من أول مشهد لإن المُخرج حتى ما ادّاكش إيحاء باللي هيحصل أو ما ادّاكش كده إيه شوية تفاصيل تخلّيك أنت تخمّن، الشخصية دي هيحصل فيها كذا، ودي حاجة محببة جدًا للمشاهد، إزاي إن أنا أشوف بعض التفاصيل وأقعد أنا أكوّن بقى وأخمّن وأقول لأ ده هيحصل كذا، ده بيثير التعاطف أكتر مع الشخصيات. حتى الآن مسلسل متماسك جدًا، جيد جدًا، وممتع جدًا، هو ده الأهم، الأهم دايمًا في أي عمل فني إنه يكون ممتع للمشاهد. أنا مش باتفرّج على رسالة دكتوراه، أنا باتفرّج على عمل ترفيهي لازم يبسطني، وجوّه بقى الترفيه ده لازم أشوف الصنعة. بجد مبروك لكل الصُناع وكلّهم ما شاء الله هايلين جدًا، فريق التمثيل أنا مش شايف حد حتى عندي عليه تعليق أو حتى ضايقني وأنا باتفرّج. كمان صديق عصام عمر في المسلسل أنا أول مرّة أشوفه، ما شاء الله يعني قبول كبير جدًا، بسيط جدًا وسلس جدًا ويعني هايل، هايل ما يقلّش عن أي حد من الموجودين، فريق يعني معمول بمزاج، التجميعة دي متجمّعة بمزاج، بجد بيبان جدًا، بيبان إن المؤلف قاعد بيشتغل الحاجة دي العمل ده بحُب، المُخرج حابب الموضوع وشاربه وخادمه وخادم الشخصيات، وهو كمان المُخرج السدير مسعود لتالت عمل متمكن جدًا في النوع ده من الدراما، النوع اللي فيه غموض، النوع اللي فيه تشويق، الإضاءة اللي تبيّن شوية السوداوية اللي في الأحداث، مش هاقارنه بمُخرجين تانيين أو بكادرات تانية بتيجي في بالي لمّا باشوفها ودي حاجة يعني إيجابية مش قصدي حاجة سلبية خالص، بس فعلًا أنا متحمّس جدًا للي جاي من المسلسل، متحمّس جدًا للأحداث اللي جاية. لو عجبتك الحلقة يا ريت تدعمني بلايك أو بcomment وshare الحلقة مع أصدقائك، كان معاكم نادر سيف الدين، سلام.